هل تعلم صديقي المشجع الاهلاوي والزملكاوي ان بيراميدز هيلعب النهارده في ماتش قاري في كاس العالم للانديه؟ معرفش يا جماعه ليه في تعتيم اعلامي، او مش عايز اكبر الموضوع التعتيم، بس محدش مهتم. ليه؟ موضوع بره اهلي وزمالك. ليه فرقه مصريه خدت افريقيا وبتلعب بالتالي في كاس العالم للانديه محدش اصلا بيتكلم على الموضوع؟ انا عرفت بالصدفه بيراميدز يا جماعه ما بيلعبش في الجوله دي. ليه في الدوري؟ ده اصلا عنده ماتش معلش هيلعب اوكلاند في كاس العالم للانديه. لو اهلي او زمالك بيلعبوا يا جماعه كان زمان البرامج بقى لها اسبوع ما بتتكلمش غير على الموضوع ده. ف لازم يعني ندي الناس حقها، بس مش اكتر، بعيدا عن اي خلافات، بعيدا عن اي تعصب، بعيدا عن نادي بيراميدز اللي مثلا الاهلاويه ما بيحبوش، الزملكاويه فيه اديله حقه. اديله حقه الاعلامي في التغطيه انه بيلعب ماتش قاري. بس انا متاكد ان نص الناس بتتفرج على الفيديو دلوقتي مش عارفين ان بيراميدز يلعب النهارده في كاس العالم للانديه. دي حاجه. تاني حاجه موضوع الخطيب، وانه اعتذر عن انه مش هينزل الانتخابات الجايه، وانه خلاص دي اخر فتره ليه. الموضوع ده ليه شقين. الراجل طبعا ناس كتير بتحبه، وهو انا شايف الخطيب هو صاحب الشعبيه الاولى للكره المصريه على مدار التاريخ. هو لعيب، وهو اشتغل في التدريب شويه، لما دخل الاداره هو دايما الوجه الاعلامي الاول والابرز. فاي حاجه بيعملها لو انهمس كده الناس كلها بتتكلم. فلما يقول لك انا مش هكمل في اداره الاهلي بمزاجه، الخطيب لو نزل انتخابات بكره هيكسب غصبا عن اي حد مهما كان مين نازل قدامه. يعني الراجل كاداره في الفتره دي عامل اللي عليه وزياده. صفقات، وجاب بطولات افريقيه، وحقق نجاحات في فترته في الثمان سنين غير مسبوقه. يعني بطولات افريقيا للاهلي كلها خدها، ال 12 بطوله الخطيب بصم عليها. تخيل، سواء كلاعب او كان مدير كوره او كان نائب رئيس او عضو مجلس اداره او رئيس نادي، كلها بصم عليها. فلو نزل بكره هيكسب. فايه اللي يخليه يتنحى؟ هل الضغوط فعلا الراجل مش قادر يتحملها؟ الراجل طبعا صحيا تعبان من فتره، وكل شويه يسافر يتعالج، كل شويه يعمل تشيك اب، وما قدرش يسافر مع الفرقه امريكا كاس العالم للانديه لانه كان تعبان، والدكاتره يقولوا ما تسافرش والكلام ده كله. بس انا عن نفسي ما بحبش خطيب قوي، وشايف ان هو معموله هاله حواليه مقلهاه كده بشكل، يعني مهما غلط الناس بتدافع عنه، ودي حاجه انا بتخليني مهما كان كويس ما بحبش النمط ده. ان واحد شايفينه اله ومهما عمل احنا عادي وندافع عنه. وحصل اخطاء في الاداره في الفترات اللي فاتت الاهلي بصراحه، وهو كان سبب في حاجات منها. ولكن لما راجل يقول انا مش هكمل لظروفي الصحيه والدكاتره نصحوني والكلام ده، يبقى احنا لازم نحترم ده، لانه عمله بمزاجه الشخصي. في ناس بقى طالعه تقول ده بيعمل كده عشان اعضاء الجمعيه العموميه ترد، فتقول لا فيبقى نازل ونازل تحت ضغط والناس هي اللي عايزاه وكده فيكسب انتخابات بسهوله. وفي ناس بتقول ان هو واخد اوردر، الله اعلم برضه. لكن خلينا نشوف، الرايين دول هيبانوا في الفترات اللي فاتت. كل اللي اقدر اقوله لك ان الخطيب لازم نحترم ان هو بمزاجه قرر انه ما يكملش، وان هو فعلا ممكن يكون الضغوط غير طبيعيه عليه، ان مش قادر اتحمل. كفايه انا عملت اللي عليا وصحتي اهم من اي حاجه. يعني احنا ليه مش مع الفكره البسيطه؟ ليه دايما بنشوه الموضوع؟ وليه والراجل لو عمل كده فعلا احترمه ده. يعني ليه برضه في ضغط من بعض الاهلاويه لا لازم تنزل؟ ليه لازم؟ خلاص هو مصيره، يعني مش هيبقى موجود في يوم من الايام في النادي، ربنا يديله الصحه وطولة العمر يعني، لكن مسيره مش هيبقى موجود. فليه لازم احنا نضغط الضغط ده؟ احترموا خصوصيه الراجل.